لو اشتريت اغلى معجون حراري هيفرق في الحراره؟ طب وليه نروح لبعيد؟ ما تيجي نجرب. انا حاطط دلوقتي معجون حراري ام اكس 4 وعندي معالج اي 5 جيل 14600 كي، وكانت درجات الحراره في الاستخدام العادي ما بين 46 ل 71 درجه، لكن لما عملت ضغط على المعالج الحراره وصلت 100 درجه وجبت 1095 نقطه على برنامج سينا بنش. ودلوقتي هنجرب معجون حراري سيلما الجريزلي، والمعجون ده بلد التصنيع بتاعها الماني، وده اقل فئه عندهم بيستخدم الفئه المتوسطه، واللي سعره 400 جنيه لان هم عندهم انواع كتير واغلى من كده. بعد ما حطيت المعجون على البروسيسور وعملت ضغط على المعالج لقيت ان درجات الحراره بقت تنزل لل 97 وبتطلع تاني ل 100 درجه، لكن مش ثابته عليها. فلقيت برنامج سينا بنش جاب 1161 نقطه. طب ايه وجهه الاستفاده من التجربه دي؟ اولا المعالج لما يفضل ثابت على 100 درجه مئويه الاداء بيقل عشان المعالج بيحاول يحافظ على نفسه عشان ما يسخنش زياده، وده اللي بنسميه ثيرمال ثروتلينج. تاني حاجه ان المعجون الحراري لوحده مش كفايه ان هو يقلل لك درجات الحراره، ممكن يقل من درجتين لخمس درجات، لكن اهم حاجه تقلل الحراره هو جوده الكولر، وانا بستخدم كولر فئه اقتصاديه عشان كده بيعلي درجه الحراره 100 درجه. وكمان التهويه داخل الكيسه بتفرق جدا، ان يعني القطع مش لازقه على بعضها وفي مساحه واسعه ومراوح كافيه، وكمان بيئه الغرفه بتاثر في الحراره، فهل الغرفه دي بيوصل لها هواء ولا الجو كاتم فيها؟ قول لي في كومنت نوع المعالج واقصى درجه حراره بيوصل لها.